تعالوا بقى النهارده كده نعمل اكله جديده ومختلفه وجديده علينا. هنعمل جلاش بالبشاميل، طبعا هيبقى حلو جدا وطعمه لذيذ. شايفين بقى شكله. الوصفه دي يونانيه اسمها تورنيتا. يلا نروح على الفيديو نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا هنا معلقه كبيره من الزبده، ضفت عليها معلقتين كبار من الدقيق. طبعا تكون الزبده قد الدقيق، يعني ما يبقاش حاجه اقل من حاجه. وهنقلبهم كده شويه لغايه اما لونهم يفتح شويه او ريحه الدقيق تطلع منهم. وبعدين هنزل بنص لتر من الحليب زي ما انتوا كده شايفين، وهقلب كويس جدا. وبعدين هضيف بقى باقي الكوبايه التانية. يعني ضفت كوبايه وهنزل بالكوبايه التانية، هما المقدار كله على بعضيه نص لتر من الحليب. هنضيف بقى عليه بعد ما تقل كده معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسمر، وهنقلبهم. انا عايزه قوام تقيل زي كده، مش عايزاه خفيف. هبدا بقى دلوقتي اجيب الصينيه بتاعتي وادهنها كده بالزبده. طبعا لو متاح عندك زبده على زيت اوكي، سمنه على زيت براحتك، عايزه زيت بس مفيش اي مشكله. هنرش كده بقى على الطبقات بتاعه الجلاش. طبعا كل بين طبقه وطبقه بندهن حبه من الزبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بعدين بقى هنجيب برضو، يعني هنا هحتاج بالظبط لف جلاش واحده. اللفه واحده دي نصها هاخده كده اكرره بالشكل اللي انتوا شايفينه طبقه طبقه، والنص التاني هخليه بعد الحشوه. يعني تقسمي الجلاشه بتاعتك على نصين. هبدا بقى ادهنها اهو بالشكل ده زي ما انتوا كده شايفين اهو. طبعا ليه بندهن بالطبقات كده؟ علشان تورق معاكي وتبقى خفيفه وحلوه بالشكل ده. بعدين بقى كده هجيب صوص البشاميل بقى اللي احنا عاملينه كده بعد ما برد قوامه تقل شويه. هنزل عليه بعلبه جبنه فيتا او اي نوع جبنه كريمي انت بتفضليها، وهقلبهم كويس جدا مع البشاميل. وبعدين هنزل عليهم كده على الجلاش. طبعا دي نص الطبقه بس بتاعت الجلاش، وهبدا بقى افرده كويس جدا. هخلي السمك بتاع الطبقه دي تقريبا 2 سنتي 1.5 سنتي، يعني ما تبقاش كتيره قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش قليله قوي. وهبدا بقى اديها رشه زعتر كده بتخليها طعمها في حته تانية خالص. وهبدا بقى انزل بالطبقات الباقيه بتاعه لفه الجلاش اللي معايا او زي ما انتوا كده شايفين. طبعا اخر بقى الطبقات دي بنقفل الصينيه كويس جدا علشان يبقى شكلها حلو كمان، مفيش حاجه تخرج من بره. هنبدا كده نقفل، شايفين احنا بنقفل الجناب. وبعدين هحط عليها بقى طبقه كده كويسه من الجلاش من فوق. وطبعا بين كل طبقه بندهن زبده اهو. شايفه بقى هبدا كده الم الجلاش بقى لتحت علشان اقفل الصينيه بتاعتي واخلي شكلها كويس بالشكل ده. طبعا واحنا بنشتغل نكون مسخنين الفرن بتاعتنا. شايفين انا قطعتها وبعدين دهنت الوش بتاعها. ندخلها في الفرن على درجه حراره 180 وتكون سخنه قبلها ب10 دقايق، وهيطلع بقى شكلها بالجمال ده. اتمنى بقى انك تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان